ظلم. يا ابني استنى يا ابني، في واحد متخلف بيصور. انت بتصور ايه يا ابني؟ ما تصور الواد اللي بيغني يعني. انت بتصور ايه؟ انت كنتوا عايزين تصوروا ايه في الاخر يعني؟ دي برتقانة حلوة، برتقانة. ايه يا اسطى خير؟ في ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ قولي وحد يساعدني. هو انت بتعملي ليه كده معايا؟ كل ده عشان انا بحبك. ستوب يا فنان، هقطعك والله. انا ما تعاطفتش معاها عشان بجد الموضوع مستفز. لو شفت جوزي عمل فيا ايه ومش عارف ايه. انت مستفز اكتر. انت ليه بتعملي كده؟ هو عشان انا بحبك؟ بص بقى الحته دي، عشان انا بحبك. ايه؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فين الريتش بتاعي بجد؟ فين اللايك؟ انتوا بتعملوش لايكات ليه يا جدعان؟ الدنيا واقعه عليه يعني. انا عايز افهم، حد يجي كده اختار واحد يتكلم بالنيابه عنكم ويقول الدنيا واقعه عليه بجد. في ايه يا جدعان؟ انتوا فين؟ او انا يعني بحاول انتظم اهو. انتوا بقى فين يعني؟ فين اللي يشجعني ان انا انتظم؟ مش كده يا جماعه والله، بتعملوا لي كده يا جماعه عشان خاطرك انت بس. انا جبت لكم النهارده شيابو يا جماعه عشان سمعت ان هو بيعلي الريتش. انتوا بتحبوا شيابو، فاهو شيابو هيحضر معانا الفيديو. يا ريت بقى لايك، كومنت، سبسكرايب لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان نفسنا نوصل نص مليون قبل ما السنه تخلص. يعني السنه قربت تخلص خلاص كده، فاضل كام يوم. يعني عايزين نوصل نص مليون. يلا انا عارف انها صعبه جدا بس مش صعبه على جيش العالم يعني باذن الله هنقدر يعني قبل مش عارف يعني. حاولوا يا جدعان معايا. يلا لايكات كده وكومنتات وشير مع صحابنا في جروبات الدفعه بقى، جروبات الواتساب كده. ناخد اللينك بتاع الفيديو ونديه للناس يتفرجوا بقى ويتفرجوا على الاعلانات عشان مفيش خالص. بص يعني فاهم. يلا نبدا الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده انا نزلت على انستجرام، قلت يا جماعه يا ريت تبعتوا لي ميمز عشان نعمل فيديو ميمز. يعني بقى لنا كتير ما عملناش فيديو ميمز، بقى لنا 3 شهور. لقيتكم بعتوا لي فيديوهات اعمل عليها رياكت. مش عارف انتوا فاهمين ميمز ازاي، بس هي تمام صباح الفل. فتجميعة رياكت حلوه كده انتوا باعتينها لي، فهنعمل عليها رياكت. وكده فلوسك مظبوطة. وايه ادي التليفون يا فندم؟ ممكن بس اتفرج عليه؟ اتفضل. مظبوط. ركبت له السكرين انا اشحن. انت كده اتفرجت عليه بس ركبت له السكرينه، مش بتفتح بتشوف الدنيا جوه ايه؟ بتلعب في التليفون بتشوف ايه اللي تمام ولا ايه بقى؟ ولا انت بتشوف السكرينه بس؟ تمام، تسلم ايدك، ركبت السكرينه. اذن الكيس بس. و100% يا فندم. شكرا. مع السلامه. تليفوني كان هنا. ازاي ده يعني؟ اسلام. نعم. ثانيه واحده قبل اسلام والشغل ده، تليفوني كان هنا. طب شوفي في الازاز من تحت، دوري، اعملي نفسك بتدوري بقى. بقول لكم ايه، مش كل فيديو اقعد اعلق على تمثيل الناس يا جدعان. دوري، ادي نفسك فرصه كده. ارص الاسلام، اسلام شكي فيه بقى، مش اول اسلام يطلع بالتليفون كده. تليفوني كان هنا. طب انا حضرتك اعمل ايه يعني؟ ايوه كنت بتعمل ايه بقى انت دلوقتي؟ حاسس في حاجه والله غلط. انا مش حاسك الصراحه. والله يا استاذ محمد انا ما جيتش هنا اصلا خالص، والله انا منضف هنا. انا كنت شاكه فيك من الاول. طب يبقى انا اللي سرقت الموبايل اكيد صح؟ يا استاذ محمد طب صلي على النبي. طب بالعقل كده يا جماعه يعني، بس عشان بالعقل كده يا جماعه، اللي كاتب الحوار ده كاتبه ازاي يعني؟ استاذ محمد حتى ما اداش فرصه، فاهم؟ حد يقول على اسلام حرامي وحد يدافع، او حتى يعني اسلام ياخد التليفون يكمره ويهرب مثلا. مش هيقف لكم، فاهم؟ انتوا ايه؟ انا شغال مع حضرتك بقالي اكتر من سنه، عمري سرقت حاجه او مديت على حاجه؟ ماشي، حاجه بفلوس هات كتير بطاقتك انجز. والله العظيم ما خدت حاجه. طيب انا هات بطاقتك. حضرتك تعمل ايه بالبطاقه؟ التليفون هنا بالغلط انا وماشي. انا مش عارف تليفون مين الصراحه. متشكرين استاذ محمد وهي بقى يقعدوا يعقبوا ده. يا لهوي احنا ظلمنا اسلام، احنا اسفين يا اسلام. ليك يا فندم، متشكرين جدا. طب ما حضرتك يا استاذ محمد هو الباشا هو اللي خده غلط، انا ذنبي ايه؟ طيب تتهموني بالسرقه؟ احنا اسفين يا جماعه، احنا اسفين يا فندم، احنا اسفين. حضرتك الراجل ده والله ده كان يمشوني. لا طيب سوء تفاهم في المكان، سوء تفاهم في المكان. لا ولا سوء تفاهم ولا سوء تفاهم، انا همشي يا استاذ محمد. طب لا خلاص والله العظيم لا امشي، اقسم بالله لا امشي. حضرتك لا والله حصل خير. صح يا اسلام، طالما هم شاكين فيك ده. حتى محمد ما دافعش عنك يعني. هي ماشي عشان تليفونها ماشي ممكن تشك فيك. محمد ما دافعش، بتدافع عنه يا استاذ محمد. انا شاكك فيك من زمان، والراجل شغال معاك بقاله اكتر من سنه. في ايه يا جدعان؟ انتوا ليه مش سالكين كده؟ حضرتك لا والله حصل خير. انا والله همشي. تليفوني انا هشيل ذنبه. والله ما عايز، مش هاخد فلوس. انا مش هتهان واخد فلوس، والله مش عايز. مش كل واحد فير على قد، والله العظيم اتهموه بالسرقه عشان هو مش لاقي. انا مش لاقي بس خاف من ربنا، والله بخاف من عذاب الله. الراجل ده رجع التليفون. طب استنى اسلام. خلاص يا باشا والله. لا والله ما اخد التليفون لما تتراضى. خلاص يا باشا. سوري والله، مش جمدان في التمثيل، بس انتوا بتدخلوها في مشاكل غريبه بجد. كله قاعد بيتكلم واخد يابا فلوس، وانت استاذ محمد خلاص اقعد وانا والله لا امشي، والله لا امشي. بتدخلونا ليه في مشاكلكم؟ طب استنى اسلام. خلاص يا باشا والله. لا والله ما اخد التليفون لما تتراضى. خلاص يا باشا انا مرضي والله، والله انا مرضي. انا مش عايز حاجه. طيب مش عايز حاجه.
بص اول ما عرفوا ان الراجل هيرجع التليفون ابو 30,000، لا 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 لا، خش يا اسلام اقعد على الكرسي مكاننا، قوم بس اقعد هنا، اقعد هنا يا اسلام، تعال اقعد هنا. استنى. خلاص يا باشا حصل خير. حضرتك اكيد الفلوس والله العظيم قسما بالله ما اخد حاجه، اقسمت بالله. خلاص بقى، لا ما والله تزعلناش، ما والله ما اخد تزعلش حاجه. لا لا ما والله تزعلش لا والله انا تعالى كده بس خلاص. انا مرضي عشان شفت الباشا، اقسم والله ما اخد حاجه، حلفت بالله. لا والله طب انا مش فاهم برضو اخرتها ايه يعني ده برنامج الصدمه ايه اخرتها؟ طيب اخر الحوار الكبير ده، انتوا كبرتوا الحوار قوي يا جدعان خلاص. دي برتقانة حلوة برتقانة. ايه يا اسطى خير في ايه اللي بتعمله ده؟ شتايم صياعة. الشتام صياعه. هي فعلا الشتام صياعه. انت عايز ايه طيب؟ ازاي تعمل فلوس كده اهو؟ كبسوا كبسوا كبسوا. احنا بنعمل فلوس كده فعلا. احنا ما تنزل تشتغل يا اسطى هتعمل فلوس والله يعني. انت بتقعد قد ايه في اليوم تتفرج على الحاجات دي؟ بتاع 3 ساعات في اليوم. لو 3 ساعات في اليوم كل يوم يعني 46 يوم في السنة يعني. سيبك ان هو 46 يوم في السنه، بس انت بتقعد 3 ساعات بجد تتفرج على القرف ده؟ بتتفرج على واحد بتعمل كده، واحد يقول لك الشتايم صياعه، واحد بيلطم على وشه يعني. ما لو انت بتتفرج على حاجه زي كده انت مش بني ادم يا اسطى، في ايه؟ 13% من وقتك رايح للفرج في الكلام ده. اوف، حسبتها ازاي؟ هتطلع مبتكر ازاي؟ تفكر ازاي؟ متعلم ازاي؟ مخك عمال يتكون من ده. معلش عايز اقول حاجه، انت تطلع مبتكر ازاي؟ مفكر ازاي؟ مش عارف. هو كان طفل وكبر، هو بقى قدك دلوقتي، هو طلع خلاص يا معلم، هو بقى في المستنقع ده، فانت بتمد ايدك تجيبه من المستنقع ده دلوقتي. هو اتربى على كده، الموضوع هيبقى صعب شويه. امال انت بتتفرج على ايه؟ حاجات مضحكه ولايت، بس حاجات بتحافظ على قيم واخلاق ومبادئ المجتمع، وحاجات تعليميه وحاجات تحفيزيه. مش هتفرق. لا تفرق. واحد بيقول لك تعمل فلوس اللي انت تعلم نفسك وتجري ورا حلمك وتشتغل وتتعب، والتاني طلع يرقص ويحط بودره على وشه عشان يعمل فلوس. التعليم ما بقاش في المدارس والجامعات بس، التعليم برضو بقى انت بتتفرج على ايه. 13% من وقتك رايح لايه. حافظ على نفسك وحافظ على عقلك، اتفرج على اللي هيبسطك بس يفيدك. خلصانه. انا اسف ومش هفتح تيك توك تاني لو ده هيرضيك، وانا فاهم قصدك والله، بس انتوا مش عارف ليه برضه بتأفوروا يعني. الفيديو اللي فات اوفر وده اوفر يعني. خلاص انا فاهم قصدك بجد، انا فاهمك خلاص، احنا تمام. اساعدك في حاجه يا امي؟ النبي يا ابني اقرا لي الورقه دي. ابنك بيقول يا حاجه اللي يلاقيكي يوديكي دار ايتام يا حاجه. سيبك يا اسطى من اي حاجه، اللي عامل دور الحاجه ده جامد، معرفش بصيت له ضحكت مش عارف ليه، بس عاش يا اسطى، استمر. انا اللي ما كنتش اطلب منه حاجه. ابنك ابن يا حاجه. عاش. ده ينفع ميمز، ده جامد لا جامد ومش هحط اي حاجه، هو ده جامد بجد. تعالى يا حاجه اجيب لك اكل. تعال. والله عايش يا ابني فيديو 15 ثانيه ولا 20 ثانيه وفهمك كل حاجه بدون هري كتير، ان ابنها احنا عرفنا ان هو ابن ايه، فخلاص يعني اللي بعده. فانت ينفع مسحك العربية؟ مسحها يا حبيبي. ايه الفنانة نستن؟ ايه ده؟ الفنانه نستن؟ هات لي طوب بسرعه. انا معجب بيك قوي. ربنا يخليك. خد يا حبيبي. لا مش ولا اوعى تاخدها، لا بلاش. مش عايز فلوس، انا عايزك تسمع صوتي. سمعني صوتك يا روح. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. فاحنا شفنا المشهد ده مع كريس المصري والولد بتاع الغزاله رايقه اللي اسمه محمد تقريبا، وخلاص ربنا كرمه واتشهر عشان عنده موهبه. فدلوقتي الموضوع ده بقى بيتكرر كتير وبنفس الاغنيه يعني. انتوا صوتكم حلو في الاغنيه دي بس يا جدعان، ولا معمول للاطفال باين، ولا يعني يا ريت الطفل اللي عنده موهبه فاهم يجود بقى يعني. الواد نجح في الورقه والقلم والشغل ده والمساطر والكراريس، انجحوا انتوا في حاجه تانيه. انا شفت فيكي مرمطة وعرفتي مين اللي اتظلم. يا ابني استنى يا ابني، في واحد متخلف بيصور، انت بتصور ايه يا ابني؟ ما تصور الواد اللي بيغني يعني. انت بتصور ايه؟ انت كنتوا عايزين تصوروا ايه في الاخر يعني؟ ليه اللي جايلي اجنبي عارفة عليكي طبطبي وتركب الوش الخشب. بص يا حبيبي، انا مش هقدر اديك ان انت صوتك حلو او لا، بس يا جماعه اللي شايف صوته حلو يكتبوا في الكومنتات. والله من طريقه كلامك هو لو صوته حلو انا مش عايز اسمعه، ومش بس عشان بقى والله هو لحد دلوقتي رياكت، بعد كده هيبقى مش رياكت، فبس تمام احنا حلو كده. عاش يا ابني عاش. كبرت يا نستر وبقيت زي القمر، انا لازم اجوزك، عايز عريس لي بنتي.
كبرتي وبقيتي زي القمر، ومش عارف الناس على انستجرام ليه بيقعدوا يبعتوا لي طابور الخير كتير ونستن، انا مش عارف ليه. ومحمد رمضان الغلابه اللي عملنا عليه فيديو قبل كده، لو اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه، فيديو جامد. عايز عريس ليه بيه؟ انا عريس. عندك ايه يا حبيبي؟ انا ما عنديش شقه بس عندي فيزا بروح بقى في اي حته. ما ينفعش حبيبي، لازم يكون في شقه. روح. بص يا ابني، كان نفسي اقف جنبك عشان شاب زيك، بس يعني هتاخدها في تانك البنزين، هتتجوزوا في تانك البنزين، ايه الفيسبه دي؟ هتعمل بيها ايه بجد؟ يلا اللي عريس. ايه؟ الفنان محمد رمضان هو ده اللي كنت يعني الاثنين. لا كتير قوي كده، الفنانه نستن والفنان محمد رمضان الغلابه، مش كده يا جماعه. عندك ايه؟ انا عايزه اتجوز ده يا بابا. طب استنى ما يعرف عنده ايه؟ الاستاذ محمد رمضان. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ممكن تدينا عربيه لامبورجيني وخد بنت مش عايزها. من عناية الاثنين. ماشي. ثانيه، هو كان بيتكلم كده من عناية الاثنين يا حبيبي، انت بس كده انت تؤمر يعني ثقة في الله نجاح. روحي معاه يا استاذ محمد رمضان، ده ثقة في الله نجاح، هيخليكي ملكة جمال. طب هتسيبني معاك كده يا بابا؟ ما خلاص هو ادينا العربية المهر. يا ابني ايه معامله سوق الجواري دي؟ ايه اللي خلاص هدينا عربيه روحي معاه؟ انتوا في انتوا في الجاهليه ولا ايه؟ هو الكلاب دي ما بتصحش غير ما بصور ليه؟ يعني انا ببقى عادي كده اهو هصور، تلاقي الكلاب بقى مرسومه تحت البيت، يلا نصيح عشان احمد يصور عشان نجدده. يعني انا كنت بجد من الحر في الصيف، دلوقتي بجد من الكلاب في الشتاء. انت بقى بتشتمني انا وبتشتمني باهلي، انا لما بهدلتكش في المحاكم ما بقاش انا ماشي. استني يا بنت، تبهدلي ازاي في المحاكم يا بنتي؟ انت حاطي قلم روج، يعني مش في دكتور بيكشف عشان يرفع قضيه باين، ولا المحامي اللي بيرفع، ولا فكك حد بيرفع القضيه في الاخر؟ يعني اكيد في كشف، يعني مش بيقول ايه ده روج، ده بيحط لها روج، لا احنا لازم نطلعها منه. بصوا يا جماعه، بصوا جوزي عمل فيا ايه وضربني ازاي، كل ده عشان مش عايز اصرف على البيت ومجوعنا مجوع العيال. انا عايزه حد يلحقني، انا عايزه حد ينقذني، الحقوني وحد يساعدني. هو انت بتعملي ليه كده معايا؟ كل ده عشان انا بحبك. ستوب يا فنان، هقطعك والله، انا ما تعاطفتش معاها عشان بجد الموضوع مستفز. لو شفتوا يا جوزي عمل فيا ايه ومش عارف ايه، انت مستفز اكتر. انت ليه بتعملي كده؟ هو عشان انا بحبك؟ بص بقى الحته دي، هو عشان انا بحبك يا ابني. انتوا ايه يا جدعان بتجددونا ليه يا جدعان؟ انا عارف ان انت مش بتحبيني، بس اعملي حساب العيال الصغيره اللي ما بيننا. وايه العيال الصغيره اللي ما بيننا؟ انتوا جايبينهم من ملجأ، ما تقول لي اعملي حساب لعيالنا لما يكبروا هيقولوا ايه. قول الكلام اللي احنا بنسمعه في الافلام والمسلسلات، في الكلام اللي بنسمعه في العادي ده. ايه العيال الصغيره اللي ما بيننا دي؟ انتوا بتقعدوا في الشارع ولا ايه؟ اعملي حساب العيش والملح. عايزه تطلقي ليه وانت عارفه ان انا ماليش غيرك بعد ربنا؟ اروح لمين طيب؟ انا مش هقول لك غير كلمه واحده بس، حسب الله ونعم الوكيل فيكي، حسب الله ونعم الوكيل فيكي. يا شيخ غور، انا لو ما خليتكش تطلقني غصب عنك ما بقاش انا، اصبر عليا. استني بس، انت لا هتطلقها غصب عنه يعني؟ فهميني، في حاجه عايزه تعمليها؟ فهميني ليه؟ ما انت قاعده معاه، هو الراجل بيحبك وعمال بيعمل كده، عايز تطلقي ليه؟ فهمينا بس كده، انا عايز افهم. لا تعالي هنا فهميني بقى. ايه يا قلبي عامله ايه؟ وحشتيني، بقالي كتير مش بتيجي. انا خرجت النهارده بقى هقابل عزت بقى، خرجني خروجه موت. ماشي يا روح، هستناك. حضرتك مدلدله ليه الفلوس والشنطه؟ عشان يجي استاذ عزت يعني يشدها يعني ولا ايه؟ ما اصل الطبيعي بنحط الفلوس جوه الشنطه بقى، فاهم، او جوه محفظه، لا مش بنطلعها كده نرميها. عاملة ايه يا روح قلبي؟ ايه يا روح قلبي اتأخرت ليه؟ والله العظيم غصب عني مسافة الطريق. كنت بتكلمي مين؟ قريبتي. ربنا يخليها لي يا رب. قولي لي بقى يا ست البنات، نفسك تخرجي فين؟ بجد انا عندي فضول، عايزه تخرجي فين يا ست البنات؟ يعني عرفينا. خرج لنا كده خروجه على مزاجك بقى. يا سلام، عينيا الاثنين. بقول لك ايه يا روح قلبي، هو احنا هنخرج النهارده على حسابي؟ اكيد طبعا، مش انت حبيبي؟ صح يا حبيبي. طب بقول لك ايه، بس عشان معيش فلوس هروح اسحب بس فلوس من اخر الشارع من المكنه واجي لك على طول. ما تاخرش عليا. خلي بالك من نفسك، هو حد عكسي. لا طبعا. ماشي يا قلبي. يا اسطى انت مش لسه سارق 200 جنيه؟ يعني ليه هتروح تسحب فلوس؟ وفي نفس الوقت يعني ما تاخدها معاك يعني عند المكنه وايه يعني؟ ولا انت عشان انت سارقها فاهم مش عايز تبين ان انت سارقها كانك ساحبها من المكنه؟ ولا انتوا بتقولوا ايه بقى؟ انت ايه اللي جابك هنا يا صبري؟ انا جايلك في كل خير. انت ظبطت حواراتك دي؟ حواراتي؟ ما ده اللي انت سبتيني عشانه. انت زعلان ليه يا صبري دلوقتي؟ ما تسيبهم مع بعضيهم يا اسطى، يعني انت الكسبان والله، او يعني خلاص بقى اللي مش عايزك ما تعزوش بجد يعني، فاهم؟ انا مش عارف اقول لك يا صبري يعني، بس خلاص يا اسطى يعني سيبهم. حبيبي هزت لي الامر حبيبي. لما تشوفي حبيبك الحرامي بقى عشان تعرفي اشربي.
صبري ده اللي ماسك كاميرات المراقبه بتاعت المنطقه، فاهم اللي هو ايه؟ ادي عزت هيسرق اهو. بس اهو شفتي؟ بص هو بيسرقك اهو كده يا عزت. طب انا بقى اوريك. ايه يا روح قلبي، انا اهو سحبت الفلوس وجاهز عشان نخرج، يلا بينا. والله هنخرج بفلوسي بقى ولا ايه؟ فلوسك؟ اه. فلوسك ازاي؟ مش فاهم. تسرق لنا يا عزت؟ بسرقك ازاي يعني؟ مش فاهم. انا شفت الدليل بعيني. دليل ايه؟ استنى يا عزت، انا ارد عليها. دليل ازاي يعني؟ مش فاهم. صح، انا حافظ يابا، انا ما قريتش السيناريو اللي انتوا الفتوه دماغكم، بس انا حافظ يعني مش فاهم. انا شفت الدليل بعيني. دليل صبري ايه؟ جه مصورك ووريني الصوره. لا استني بقى سيبك ان انا سرقتك. صبري تاني يا عبير، بتقفي مع صبري؟ انت عارفه ان الموضوع ده بينرفزني. بقول لك ايه، بتتلككي بالسرقه. انت من طريق وانا من طريق وصبري من طريق، سيبيني. شنطتي. ما حصلش والله، ده حصل، كداب. شفت الصوره بعيني. سامحيني، انا ما انت عارفه يا عبير الفتره اللي فاتت دي انا ما كانش معايا فلوس اصرف عليك. انا مش عايزه اعرفك تاني يا عبير اسمعيني بس افهمك. بقول لك ايه يا عزت، خلاص هي مشيت وما خدتش ال 200 جنيه، فما تزعلش نفسك. افرح، خد ال 200 جنيه، اقعد قعده حلوه كده مع صحابك وانسى اللي حصل ده كله، خليها تروح لصبري. تعالى يا حبيبي وريني مين المين. هي دي المعلمه؟ حضرتك يا معلمه. بجد ايه المعلمه دي؟ انت وكيل من الوزاره يا ابني. حتى لو هيقولوا مدرسه الابله، ايه الابله دي؟ تعرف ان احنا كنا بنستفز المدرسات بتاعتنا بالله قبلتي؟ كان يا لهوي. جرب قول كده المدرسه قبلتي او يا مستر، قول له يا استاذ، قولها له بقى بايه، فاهم؟ لما تبقى في ثانوي تلاقي صوتك بيبدا يتخن كده، قول له يا استاذ، هتلاقيه الراجل ياض يا بدل. حضرتك طردتيه من الفصل ليه؟ حضرتك انا بكلمه بالانجلش وهو مش فاهم اي حاجه، عمال اكلمه انجليزي وهو مش فاهم اي حاجه. طب اسال. واضح انك بتتكلم انجليزي يعني. بص بكلمه انجليزي ومش فاهم حاجه يعني. ايه الانجليزي ده؟ اي حاجه. طب اساليه كده اي حاجه. I don't see the permits, I don't care. لا استني، اللي انت قلتيه ده ملوش معنى يعني. انت تجيبي جوجل ترانسليت قولي له الكلام ده هيقول لك خلاص بقى. وحضرتك طيبه، اما بيفهم اهو. اتفضل. بيفهم ايه بس؟ اتفضل يا استاذ، حضرتك طيبه. طب انت قلت له ايه عشان كده؟ بيقول لي انت جامده قوي. على البيت. معلش ممكن تقومي معايا؟ وانت زي بابريكا درس. اوكي يا جدعان انا مش فاهم ايه اللي داير يعني. دي لغه انتوا مخترعينها مع بعضيكم ومسمينها انجليزي. ده انتوا اتكلموا فرانكو ممكن نفهم بجد والله يعني. ما حدش يبعت لي فيديوهات للناس دي تاني يا جدعان. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب لو انت مش مشترك يعني، عشان نوصل نص مليون. كان نفسي نوصلها قبل بس ما تخلص، بس عادي احنا فيها يعني. ويا ريت تاخد لينك الفيديو تشيره مع اصحابك كده وتعمل 5 كومنتات حلوين. وده احلى كومنت على الفيديو اللي فات، وده كمان الكومنتات دي جميله جدا في قلبي، فيا ريت تكتبوا لي كومنتات عشان بتبسط جدا لما بقرا كومنتاتكم. وبس كده يعني. تعالوا على الانستجرام بجد، تعالوا على الانستا يعني. معظم الفيديوهات دي مبعوثه لي على الانستا، فيا ريت انتوا تيجوا على الانستا عشان يعني ما نعوز فيديوهات ما نعطلش يعني. عليكم انتوا باعتين لي. وشكرا بس لحد كده. السلام عليكم.